من أجمل المخبوزات اللي أنا عملتها، فحبيت إن أنا أشارككم تاني ونشوف تاني مع بعضنا المخبوزات اللي إحنا عملناها قبل كده ونزّلناها في فيديو واحد كلّه، وحبيت أبتدي بقنبلة البرجر. يالّا بينا سيّفي على طول الفيديو ده عندِك عشان أكيد هتحتاجي له كتير. كوباية حليب دافية ومعاها كوباية مَيّة برضه دافية، وحطيت معلقة كبيرة من الخميرة أو باكو، وكمان معلقتين من السكر، وخلّيناهم بقى على جنب شوية لحد ما يتفاعلوا مع بعض، وبعد كده جبنا 6 كوبايات من الدقيق وطبعًا نخلينهم، ورشة من الملح، ونُص كوباية من الزيت. الزيت دوّة بيكون مش سخن ولا حاجة، بحرارة الغرفة عادي. وبعد كده بقى عملناهم مع بعض زي ما إحنا شُفنا، وبعد كده جبت 2 بياض بيضة بحرارة الغرفة. وبعد كده بقى خلاص الخميرة، وبدأنا إن إحنا نعجنها كويس جدًا، ما احتاجتش مَيّة تاني ولا أي حاجة. أول ما بالاقيها ناعمة كده وجميلة، خلاص هنجيب دلوقتي بقى اللحمة اللي إحنا هنعمل بيها البرجر. نُص كيلو من اللحمة وعليها صفارة بيضة من البيض اللي إحنا خدناه، والصفارة التانية برضه هنستخدمها. التوابل من كل حاجة نُص معلقة ملح وفلفل أسمر، بهارات فراخ أو أي نوع بهارات أنتِ عايزاها، وبصلة مفرومة صغيرة، و3 معالق من البقسماط المطحون. وبنعمل العجينة زي ما إحنا شايفين نفس شكل البرجر بالضبط، ممكن بإيديّا، يعني أنا عن نفسي عملته بإيديّا عادي، مش محتاجة اللي هو بتاع البرجر. تمام، اعمليه بأي طريقة أنتِ عايزاه، المهم تطلعيه الدايرة كده وخلاص بقى بنسويه عادي على الطاسة من غير أي مادة دهنية. بعد كده بنجيب بقى نكرمل بصل أبيض، ونحط فيه ملح وفلفل أسمر وشوية صغيرين من الخل، وبنكرمله كده وبنسيبه على جنب، مش بنخليه أصفر خالص البصل، مجرد بس يدبل شوية. بنجيب بقى العجين بعد ما اختمر معانا وزي ما إحنا شايفين، بنقطعه بقى تقطيع صغير، وبنحطه بقى كلهم مع جنب وبنغطيهم. وبعد كده بنحط الجبنة الموتزاريلا أو الجبنة الشيدر، أي نوع جبنة عندِك، ونحط بصل، ونحط البرجر في النُص. وبعد كده بقى بنلفه كده، عايزة تقطعيه بإيديكِ أو عايزة تقطعيه بالمقص، هو طبعًا ده عجين ما بياخدش حاجة معانا، والتقطيع بيكون عادي. أهم حاجة تقفليه كويس وما تقلقيش، ما فيش أي مَيّة ولا حاجة هتنزّل فيه، يعني الكايزر هيبقى معاكِ متماسك وحلو جدًا. هنجيب تاني ونعمل برضه قدامنا، تحطي كل الأنواع اللي أنتِ عايزاها من الجبنات، وبتحطي شوية من البصل عطى طعم حلو جدًا. فاكرين بقى الصفارة اللي زادت، اللي إحنا عملنا 2 بياض بيضة وخدنا صفارة للبرجر، ودي الصفارة التانية. هنحطها كده، وبعد كده نحط سمسم، نحط حبة البركة، الحاجات اللي موجودة ما عندناش خالص بنسيبها كده، وبنحطها بقى في الفرن. وبنخلي بالنا طبعًا كل حاجة من جوه مستوية، ولكن بس علشان العيش من برّه يستوي. وبصوا الجمال بجد حلوة جدًا، فكرة كانت عاجباني من فترة طويلة وعملتها ونزّلتها، وقُلنا برضه نعيد تدويرها ونفتكرها مع بعض تاني. كده خلصنا أول حاجة من المعجنات، ولسه ما اشتركناش وما فعّلناش الجرس. يالّا بسرعة نشترك ونفعّل الجرس. هندخل على طول دلوقتي على تاني حاجة اللي هي البيتزا بالتونة. سنين وسنين أنا مش باشتريها أبدًا، أنا باعملها في البيت وبطريقة واحدة معتمداها، ودي بإذن ربنا أنا مش هاغيّرها أبدًا. هنعمل عجينة البيتزا مع بعض. كوباية كبيرة من المَيّة الدافية، وهنحط فيها معلقتين من السكر، وكمان معلقة كبيرة من الخميرة، وهاسيبها تتفاعل مع بعض. وبعد كده جبت 4 أكواب من الدقيق، وبعد كده هاحط فيها معلقة كبيرة من الزعتر، ومعلقة كبيرة من روزماري، تمام، ورشة من الملح، يعني نُص معلقة مثلًا من الملح. وبعد كده خلاص باعجنها عجينة عادية. وآخر حاجة بعد ما خلّصت وحطيت كمان الخميرة اللي اتفاعلت معانا، ولو احتجت مَيّة حطيت كده حوالي 3 معالق من الدقيق. دي كانت آخر حاجة بعد ما عجنته كويس جدًا وخدمت العجينة. وكده خلاص هاسيبها في مكان دافي عشان خاطر تخمر. وبعد ما اختمرت كده هابتدي بقى إن أنا أقطّعها على قد البيتزا اللي أنا عايزاها. هاحط دلوقتي بقى في الصينية، مش هاحط مادة دهنية، هاحط سميد. ودي حاجة أنا بصراحة من الوقت للتاني باحب أعملها، مش على طول بس بتعجبني بصراحة خالص. هنعمل دلوقتي الصلصة بتاعة البيتزا. أنا بصراحة الصلصة دي كانت عندي في الفريزر، زي ما أنا متعودة إن أنا باخزّن الصلصة في الفريزر. طلّعتها أول ما ساحت خالص هاحط فيها دلوقتي من كل حاجة نُص معلقة كبيرة ملح وفلفل أسمر، وكمان بصل باودر وتوم باودر، معلقة كبيرة سكر، معلقتين من الخل، ومعلقة من الزعتر. إحنا دلوقتي بنفرد من جوّه لبرّه، تمام، عشان من برّه كده يكون في الدايرة الحلوة اللي إحنا بنحبها. الجبنة الموتزاريلا دي التونة دي هاحط لكم في صندوق الوصف اللينك بتاعها علشان تشوفوها. بنحط الصلصة الأول، وبعد كده بنحط بقى أي حاجة براحتك، حطي اللي أنتِ عايزاه. مش عايزة تحطي تونة، أنا برضه كنت عاملاها بالخرشوف، عايزة تحطي بالجمبري، تعمليها باللحمة المفرومة، تعمليها زيتون وفلفل بس زي ما إحنا دلوقتي أهو الزيتون والفلفل، يعني تعمليها بالحاجة اللي أنتِ عايزاها وتحطيها في الفرن. وكده خلاص استوت. بصوا طرية إزاي وجميلة. ندخل دلوقتي على طول على الكرواسون، ويا ريت بس ما ننساش نشترك في القناة وكمان نفعل الجرس. ويا ريت بقى تقولوا لي إيه رأيكم في المعجنات اللي إحنا بنعملها. أول حاجة كوبايتين من الدقيق منخولين، ومعاهم رشة صغيرة من الملح، وكمان زي ما إحنا شايفين كده باكو من الفانيليا، وكمان معلقة صغيرة من الخميرة، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنحط البيضة، وبعد كده يعني نص مج كده من الحليب. وبصوا الزبادي
الزبادي دي يا جماعة أنا باعملها في البيت، وزي ما إحنا شايفينها برضه لو عايزين أحط لكم كمان في الوصف اللينك بتاعها، تمام. كل ده بيكون بحرارة الغرفة، ما فيش حاجة ناخدها من التلاجة ونحطها على طول. وبعد كده خلاص بقى بنعجنها عجينة عادية جدًا، جدًا. احتاجنا شوية مَيّة دافية تمام، احتاجنا شوية حليب تمام، حطي بس طبعًا طالما مش محتاجة خلاص ما تحطيش على طول لحد ما نشوف إن إحنا محتاجين، بس أنا لقيت نفسي محتاجة شوية من الدقيق، يعني أنا حطيت من الدقيق كوبايتين ونُص، بس عشان في حاجة، أنا الزبادي اللي أنا حاطاها مش الزبادي اللي أنا باشتريها من برّه اللي هي بتكون مش كبيرة، أنا حاطة يعني سُلطانية زبادي بحوالي كده أكِن 2 زبادي من اللي إحنا بنشتريها من برّه، تمام، البلد العادية. بعد ما خلاص خلّصتها ولقيت إن هي العجينة خلاص تمام وبقت ناعمة وجميلة معايا، باعملها كده علشان أتأكد إن هي كل حاجة فيها اتخدمت كويس. هنجيب دلوقتي بقى معلقتين حلوين من السمنة أو الزبدة، وبرضه بنعجنها مرّة تانية، وإحنا بنعجنها كده لقيناها فتّحت معانا أو حاجة، دي عادي جدًا علشان خاطر اللي لسه الزبدة ما دخلتش جوّه العجين. بنقعد نشتغل فيها كتير لحد ما بنلاقي خلاص العجينة بقت ناعمة معانا وكلّها مع بعض متماسكة وخلاص، بنغطّيها وبنسيبها شوية بقى على جنب لحد ما نلاقي طبعًا في مكان دافي، لحد ما بنلاقي بقى إن هي خلاص معانا اختمرِت. بنجيب بقى شوية من الدقيق وبنفردها بقى عادي جدًا خالص، وهنشوف دلوقتي هنقطّعها إزاي. إحنا عاملينها أهو مستطيل، هنقطّعها يعني سبعات تمانيات بالطول، وبنحط بقى شوكولاتة، نحط نوتيلا. بصراحة أنا حطيت شوكولاتة، بس الشوكولاتة دي اللي هي كانت الغامقة شوية، ما ساحتش بسهولة معايا من جوّه، ولكن دي حاجات بقى بنخلّي بالنا منها. المهم عندنا إن في النهاية الكرواسون طلع آآ جميل جدًا وطري أوي وكان طعمه تحفة، تمام. هنجيب دلوقتي بقى صفارة بيضة وهنحط فيها يعني معلقة صغيرة من الخل. طبعًا دي حلويات، الحلويات مش بنحط فلفل أسمر، بنحط بداله خل وبيشيل زفارة البيض زي بالضبط ما بنحط الفلفل الأسمر في الأكلات. بعد كده بقى بنحط كده زي ما إحنا شايفين، عايزة تقليه تقليه طبعًا براحتك، لكن أنا بصراحة باحطه في الفرن كده وبيطلع معايا حلو جدًا. في ناس كتيرة باشوفها بتقليه بس باحس إن هو هيكون تقيل جدًا. إحنا مش بنعمل دوناتس، إحنا بنعمل كرواسون، يعني كل حاجة ليها حاجتها. في الآخر بقى بمعلقة زيت حلوة كده بنلمّع بيها الشكل من فوق. بجد طري جدًا، جدًا وحلو أوي، يعني اللي لسه ما جرّبهوش هيجرّبه هيلاقي نفسه بيحب يعمله كتير. هندخل دلوقتي على طول على ساندوتشات الجيوب، بس يا ريت ما ننساش إن إحنا نعمل comment كده تقولوا لي إيه رأيكم في اللي إحنا بنعمله، وكمان نفعّل الجرس لو كنا لسه ما اشتركناش نشترك على طول، وكمان تعملوا لنا لايكات، ويالّا بينا على طول على ساندوتشات الجيوب. شكلها لوحده بصراحة بيتكلم عن نفسه، cute جدًا وحلوة جدًا، تنفع في lunch box، في رحلات، في أي مكان، في مدارس، حلوة جدًا. أول حاجة بنجيب كوباية من الحليب وكوباية من المَيّة الدافية، وكمان بنحطهم على بعض وبنحط معاهم معلقتين من السكر وكمان معلقة من الخميرة. لو خدنا بالنا حاجات كتيرة من المعجنات شبه بعض في العجينة. بعد كده بنسيبهم خلاص يتفاعلوا مع بعض. هنحط دلوقتي في العجينة 6 كوبايات من الدقيق ونُص معلقة صغيرة من الملح وكمان 2 بياض بيضة طبعًا بحرارة الغرفة، وكمان هنحط نُص كوباية من الزيت. وبعد كده بقى هنقعد نعجنهم كويس جدًا لحد بتكون معانا ناعمة كده وجميلة. خلاص بقى بنحط بس حاجة معلقة زيت صغيرة وبنسيبها بقى إن هي تختمر معانا كويس. بعد كده بقى بنقطّعها في أي حاجة عندنا، يعني تقطيع صغير كده علشان برضه يختمر معانا وإحنا شغالين. يعني مجرد ما هاقطّع كل العجينة هابتدي آخد أول واحدة بدأت بيها، هافردها بقى زي ما إحنا شايفين كده، مش باحط أي دقيق من تحت ولا أي حاجة، بتتفرد معايا سهلة جدًا. باجيب بقى زيت كده باحط بالفرشة واروح تانية واروح حاطة تاني مرة تانية بالفرشة، وبعد كده باحطها عادي في الصينية. بُصّوا بادوس بس مش بادوس جامد برضه، تمام. وبعد كده هاشتغل على كده لحد ما أخلّص كل الكمية اللي عندي. إحنا استخدمنا بياض البيضة في العجينة، صفار البيضة بقى هناخده ونحطه كمان في العجينة دلوقتي، وبعد كده حبة البركة وحبة سمسم بنسيبها بقى تختمر شوية قبل ما بنحط الصفار البيضة، تمام. وبعد كده نروح حاطينهم ونحطهم في الفرن. بُصّوا بقى هي بتتفتح لوحدها، أنا مش بافتحها. بنحط بقى الساندوتشات الحشو اللي إحنا عايزينه. أنا حطيت جبنة رومي وحطيت كمان جبنة حمرا، تمام. وبعد كده حطيت لانشون. حطي الحاجات اللي أنتِ عايزاها، لو عندِك خيار معاهم وكابوتشي، يعني دلّعي بقى بصراحة الساندوتشات دي من جمالها. هندخل على طول دلوقتي بقى على العيش باللحمة. بُصّوا يا جماعة، يعني شايفين الشكل بجد حلو جدًا وطري جدًا وناعم كده، وحتى اللمعة بتاعته حلوة جدًا. يالّا بينا علشان نشوف العيش باللحمة بنعمله إزاي. 3 كوبايات من الدقيق بعد ما نخلناهم هنحط معاهم معلقة صغيرة من الخميرة ورشة ملح. مَيّة دافية، يعني حوالي مَج كبير كده، بس بنحط تدريجيًا. وبعد كده هنجيب
حوالي 3 معالق كده من الزيت، وهنحطهم وكده خلاص هنفضل نشتغل فيهم لحد ما خلاص. هنجيب دلوقتي اللحمة دي نُص كيلو، لكن مش لكل العجينة دي، أنا كنت عاملة بالمرّة محتاجاها. حطينا بصلة متوسطة مفرومة وفلفل أخضر، وبعد كده التوابل معلقة صغيرة ملح من كل حاجة، نُص معلقة صغيرة فلفل أسمر وبابريكا وحبهان وبصل باودر وتوم باودر وكمان ال7 بهارات. بعد كده بقى زي ما إحنا شايفين كده بنحط في العجينة وإحنا فاردينها كده بإيدينا شوية من خلطة اللحمة معانا، وبنفردها كده بإيدينا، مش حاطين دقيق من تحتيها ولا أي حاجة، بس نحاول إن إحنا ما نفردهاش جامد علشان برضه ما فيش أي سوائل تنزل. طبعًا أنا ما حطيتش مادة دهنية في اللحمة علشان خاطر أنا مش محتاجة، لإن هي كانت فيها مادة دهنية بسيطة جدًا، يعني دهنة بسيطة جدًا حاطاها، تمام. وبعد ما أخلّص خالص أحط لها كده شوية من الصفار البيضا وباحطها في الفرن وكده خلاص. طبعًا صفار البيضا بنحط له معلقة من الخل، تمام، أو لو عايزة بقى فلفل أسمر ده عادي علشان دوّة حاجة حادقة مش حاجة حلويات. بس كده، هندخل دلوقتي بقى على طول على إيه، بس بُصّوا بجد حلو جدًا وجميل وطري اللمعان بتاعته حلوة خالص. هندخل دلوقتي بقى على طول على رابع وصفة، بس دي العجين بتاعها مختلف شوية مع انها هي نفس المكونات. بصوا الجمال، هندخل على طول دلوقتي وعشان هنشوفها. اول حاجة كوباية ونص من الحليب الدافي ومعاها معلقة كبيرة من الخميرة وكمان 3 معالق من السكر، وهنسيبهم يتفاعلوا مع بعض. هنحطهم دلوقتي في بولة زي ما احنا شايفين الخميرة حلوة معانا. هنحط معاهم نص كوباية صغيرة من السمنة، بس برضو تكون سايحة وتكون دافية خالص، وكمان معانا زبداية كبيرة ورشة ملح. وبعد كده هنجيب كوبايتين من الدقيق، احنا هنعمل مع بعض 5 كوبايات من الدقيق، هناخد منهم كوبايتين. وبعد كده بأي حاجة معانا المضرب ولا حاجة عملناهم مع بعض، وبعد كده سيبناهم برضو 10 دقايق يتفاعلوا مع بعض. هنحط دلوقتي باقي الدقيق معانا، دول ال3 كوبايات الدقيق التانيين، يعني كده 5 كوبايات. وهنشتغل فيهم بقى العجينة بتاعتنا الطرية الناعمة الغريبة في الجمال دي، معلقة صغيرة خالص من الزيت. وبعد كده خلاص هنسيبها بقى في مكان دافي. بصراحة انا دايما بحط المكان الدافي بتاعي بولع شوية الفرن، وبعد كده باطفيها وباحطها فيها. هنجيب دلوقتي بقى اللحمة، يعني زي ما احنا شفنا مادة دهنية حاجة بسيطة خالص، معلقة صغيرة. وبعد كده حطينا اللحمة المفرومة، وحطينا معلقة صغيرة من التوم. وبعد كده على طول بقى معانا فلفل الوان، وكمان يا سلام لو كان سبايسي. هنحط دلوقتي التوابل، كمان حطينا بصلايه كبيره شويه، احنا حطينا نص كيلو من اللحمه المفرومه، وهنحط معاه نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وزيها برضو 7 بهارات، ومعلقه صغيره مليانه من الملح، تمام. وبعد كده بقى خلاص بنفرد العجينه. بصوا بقى بنفرد العجينه كده، وبعد كده بقى بنقطعها علشان ناخدها نكون كلها متساويه وتكون قد بعض. وبعد كده بنعملها يعني زي كوره صغيره كده، ونتاكد ان هي خلاص تمام معانا. احنا عملت معانا الكميه اللي احنا شفناها. هنيجي بقى نفردها من غير ما نحط اي ماده دهنيه، بنفردها بالطول يا جماعه زي ما احنا شايفينها دلوقتي، تمام. بعد ما هنفردها كويس كده بالطول، هنحط دلوقتي الحشو اللي معانا اللي برد شويه، حتى لو كان سخن ما احنا كده كده هنعمل، وعلى طول هنحطها في الفرن بعد ما نسيبها شويه بس تخمر معانا. احنا بقى بنفردها كده، نخلي بالنا ما نقلقش، احنا مش مفيش اي ميه معانا ان هي هتنزل، علشان خاطر اللحمه معانا متعصجه بالبصله، يعني مفيش حاجه من الميه هتنزل معانا. بعد ما بنقفلها كده، انا في غلطه غلطتها، تمام، انتوا ما تغلطوهاش، اللي هي ايه، انا قفلت خلاص كده وبقفلها بايديا. الطبيعي ان انا لما اجي بقى علشان ازينها من فوق بقلبها الناحيه التانية. انا اتلخبطت ما قلبتهاش وخليتها من قدام، يعني المفروض الشكل اللي احنا بنتنيه ده بيكون من تحت بيكون مش باين، ومن فوق بيكون اللي هو المكان اللي من تحت، فبيكون متساوي وشكليا اشك واشك زي كده، يعني ده كده المفروض تكون هي اللي من تحت، وبعد كده من فوق هو اللي يكون متساوي. بصوا انا عندي غلطت فيها الغلطه دي، فانا حبيت برضو اقول لكم دي صفاره البيضه وفيها معلقه من الخل، او عايزين تحطوا فيها فلفل اسمر براحتكم. بعد كده حطينا الجبنه الموتزاريلا، او تحطي ميكس جبنات اي نوع جبنه انت بتحبيها. وبعد كده لو عايزه تسيبيها على كده سيبيها، عايزه تزينيها بانواع فلفل زيتون، يعني دي حاجات بقى بتكون اختياريه وعلى حسب الحاجه موجوده ولا لا. وبعد كده خلاص انا طبعا سبتها تخمر شويه قبل ما احط التزيين بتاعها، وهنحطها خلاص في الفرن بقى، ونخلي بالنا لان احنا عايزين بس العجينه. بصوا لو كنا نقلنا العجينه الناحيه التانية بصراحه كانت هتكون احلى واشيك من الشكل اللي احنا فيه ده، بس يلا بقى معلش احنا برضو نخلي بالنا. وكده خلصنا الفطاير دي، وزي ما شايفينها بصراحه الشكل والطعم كمان حلوه جدا جدا. ولو اخدنا بالنا ان احنا لحد دلوقتي شغالين في معجنات قريبه جدا جدا، يعني ممكن نعتمد بالعجينه دي
معجنات كتيرة خالص. هندخل دلوقتي بقى على حاجة تانية مختلفة شكليا حلو جدا جدا، طواجن، بس الطواجن دي هي من العجينة. هنشوفها ازاي. يلا بينا نشوف الطواجن الكيوت خالص دي الحلوة جدا دي. بصراحة لما عملتها حلوة جدا. كان عندي صدور من الفراخ، كانت عندي مشوية جاهزة جديد. لو انت ما عندكيش ممكن عادي فراخ مسلوقة، فراخ لو كنت شوياها والصدور بتاعتها ما اتاكلتش. بصوا العجينة دي نفس العجينة بتاعة العجينة اللي فاتت اللي احنا عاملينها. بصراحة لو اعتمدتي العجينة دي هتلاقي نفسك ان انت مش عايزة تعملي بأي نوع عجينة تاني. بص انا حطيت الجبنة الموتزاريلا من تحت، وبعد كده حطيت الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها دي. لو عايزة تشوفي الفيديو كله بالراحة خالص هحط اللينك بتاعه في صندوق الوصف في الفيديو دوت. تمام. بصي بنعمله بطريقه حلوه جدا. بصراحه لما عملتها لقيت نفسي اني كيوت قوي وشكليا حلوه جدا، وتعجب اي حد تشوفيه بتعمليها قدامه او بياكلها. بجد حلوه قوي. بس كده ادينا خلصنا كمان الوصفه دي. هندخل على طول دلوقتي على اخر وصفه وهي العيش الكايزر. العيش الكايزر برضو احنا بنعتمده كتير جدا في حاجات كتيره جدا خالص. فهنشوف دلوقتي بسرعه بيتعمل ازاي. وطبعا ده حاجه سهله جدا مش هتاخد معانا وقت خالص. هنجيب دلوقتي نعمل العجينه بسرعه. احنا معانا دلوقتي كوبايه من الحليب، او ممكن تعمليه كمان بحليب جوز الهند او تعمليه بالميه العاديه. انا حطيت الاول الحليب مع الخميره مع نص معلقه صغيره من السكر، وبعد كده اول ما اختمرت حطيتهم مع بعض، وحطيت الدقيق اللي هو 3 كوبايات ونص من الدقيق، وبعد كده خلاص معلقه كبيره من الزبده. ودلوقتي خلاص بعد ما لقيتها اختمرت معايا خلاص نفردها الاول مع بعض علشان نقطعها، علشان تكون كلهم متساويين زي ما احنا شفنا في البدايه. التلات كوبايات ونص عملوا معايا 8 من العيش الكايزر. تمام كده خلاص. عايزه اقول لكم بقى ان الفيديوهات دي كلها انا لو كنت اخدتي منزلاها، الفيديو بس ده انا عندك حبيت عشان ان لو احنا حبيتي نعيد تعملي تدويرها معجنات في اي وقت تكون قدامك وسهل طيب عليكي، سكر بدل ما الاول تقعدي وبعد تدوري. كده الزيت، انا واخر دلوقتي حاجه زي ما احنا السمسم شايفين كده خلاص حطيت من حاطه في فوق. الفرن. طبعا انا سبتها تخمر الاول شويه، بعد كده حاطه في الفرن. وبكده خلصت وصفتنا، واتمنى تقولوا لي ايه رايكم، ويا ريت نشترك في القناه.